مشوا معي اليوم لنزور ضيعة اللي ولد فيها القديس شربل طبيب السما. هالضيعة اسمها بقاع كفرة. فلوج اليوم رح يكون زيارتنا لهالضيعة المميزة، الضيعة اللي ولد فيها قديس عالمي طبيب السما، قديس العجايب. ولد بهيدي المنطقة هون اللي بتعلى عن البحر أكتر من 1550 متر عن سطح البحر. هيدي المغارة كان يتردد لإلها القديس شربل ويصلي فيها، ظهر فيها كمان وفيها بئر مي عجائبة. هيدي الأيقونة اللي كان يصلي قدامها القديس شربل، أيقونة العذراء يسوع ومار يوسف، إلها أكتر من 200 سنة موجودة، ومار شربل كان يصلي قدامها، وهلأ هي موجودة ببقع كفرة، فيكن تروحوا وتشوفوها. صورتلكن الصورة العجائبية للقديس شربل محتفظين فيها فوق. هلأ رح نشوف سوا المبخرة اللي كان يستعملها القديس شربل، وهون مطرح ما كان بالحقلة والذخائر. في قصص كتير بتخص القديس شربل موجودة، فيكن تطلعوا تتفرجوا على التفاصيل الحلوة كتير اللي موجودة فوق. خشوع وإيمان وصلاة، رح تنبسطوا كتير بمشوار بقع كفرة. هون كابيلا صغيرة كان بيعملوا فيها قداديس للقديس شربل. هلأ رح نتمشى سوا بالسوق أو بضيعة بقع كفرة وبطرقاتها الصغار المرتبين اللي كان يمشي فيهم القديس شربل. في كتير عالم وكتير سواح بيجوا من مناطق كتير بعيدة، خصوصي بعيد مار شربل وبليلة عيده، حتى يعيدوا بهيدي الضيعة ويشوفوا المطرح اللي ولد فيها القديس وطلع منه وصار قديس معروف بكل العالم بعجايبه الكتيرة وبحبه ليسوع المسيح. هيدي الزيارة كانت بنهار عيد القديس شربل ب20 تموز. كان في قداديس بكل الكنايس، كيف ما بتبرموا ببقع كفرة موجود قداديس للقديس شربل بمناسبة عيده. رح اترككن شوي هيك تتفرجوا على تفاصيل هالكنيسة الحلوة. هلأ رح نشوف كمان المصلوب سيدنا يسوع المسيح موجود وحاضر بكل مكان، لأنه القديس شربل كان يصلي للرب يسوع المسيح، كان بصلاته لهلأ بيصلي ليسوع وبيعلمنا بالإيمان إنه إحنا لازم نآمن بوجود يسوع المسيح، هو الشافي وهو المخلص اللي فدانا بدمه. هيدي العذراء والدة الإله، سيدتنا مريم العذراء والدة يسوع المسيح اللي كان يصلي لها القديس شربل، وبعده لهلأ بالسما عم يصلي للعذراء لمار يوسف وليسوع المسيح. القديس شربل إذا ما بتعرفوا اسمه يوسف مخلوف، وهيدي الضيعة إذا مش 3/4 كلها من بيت مخلوف، يعني 3/4 الضيعة من بيت مخلوف اللي ولد القديس شربل منا لهيدي الضيعة ومن هيدي العيلة. هون فتنا على بيت مخلوف، على بيت أمه وبيه للقديس شربل، هالبيت اللي ولد فيه وصار رد لكل الناس تجي بتزور هالحيطان وهالخشوع اللي موجود بهالحيطان مطرح ما ولد القديس شربل وطلع من هيدا البيت الصغير من بيت أهله على العالم كله. قديس كبير طبيب السما، قديس العجايب. قلتلكن كيف ما بتبرموا في قداديس، كيف ما بتبرموا في صلوات، وإمنا العذراء ويسوع موجودين بكل زاوية من هالضيعة. هيدي حجار هالضيعة بتشهد على دعسات شربل القديس، على صلواته الدايمة. هو طلع من هيدي الضيعة بقلب كبير، كان طفل صغير طلع منا بقلب كبير بإيمان كبير إنه ما حدا رح يخلصنا غير إذا آمنا أكتر وأكتر بيسوع المسيح. كيف ما بتبرموا في أيقونات لكل القديسين، قديسة رفقة موجودة، قديس نعمة الله موجود، العذراء موجودة، والمخلص يسوع المسيح اللي شربل هو سبب إنه يكون قديس بسبب إيمانه بيسوع المسيح، واللي لازم نحنا نآمن فيه أكتر وأكتر. بهيدي الضيعة مش بس فيكن تصلوا، فيكن تتفرجوا على هالأهل الطيبين بهيدي الضيعة اللي شاغلين المونة هالستات بإيديهم، وهالصبايا صغار اللي بيعملوا قساوير وبيبيعوهم، هالأسواق الحلوة، هالأيقونات الموجودة وين ما كان فيكن تاخدوا تذكارات. أنا بنصح كل شخص بحب يجي على لبنان يزور بقع كفرة.
هالضيعة الحلوة، هالضيعة اللي كلها إيمان. عن جد بكفي الصلوات والكنايس الحلوة، الإيمان الكبير الموجود عند أهالي هالضيعة اللي هو شفيعٌ الأول مار شربل، من بعد حبٌ ليسوع والعذراء حبٌ للقديس شربل اللي هو ابن ضيعتُن. هالضيعة اللي صارت معروفة من بعد ولادة القديس شربل وخروجه منا قديس. كيف ما بتبرموا في تماثيل للقديس شربل، في شموع، في ناس عم تصلي وعم تضوي شموع. والجمال الأكبر هلأ من بعد ما نطلع على هالدرج ونشوف بيت القديس شربل اللي من شوي حطيتلكن لقطة منه، منشوف كمان العدد السواح الكبير اللي جاي على هالمنطقة العالية الحلوة كتير حتى يعيد عيد القديس شربل بضيعته. وكمان رح تشوفوا بعد شوي ينابيع المي اللي وين ما كان في ينابيع مقدسة عم يطلع منها مي، الناس بتجي مع أناني فاضية بتعبي مي من هيدي الينابيع الصغيرة وبتاخدها معها على بيوتها وبتشرب منها وبتتقدس منها. ليكوا عدد الكبير من الناس صورتلكن، وفي عدد أكبر وأكبر كمان كان عم يتردد على هالضيعة الحلوة. اللي بعد ما زار بقع كفرة يجي ويزورها مار شربل كتير رح يكون مبسوط من الجميع إذا إجا بإيمان وصلى بإيمان. طلبنالكن للكل، صلينا وضوينا شموع عنية جميع المرضى ولراحة نفس جميع الموتى ولراحة بال وطمأنينة وسلام جميع الناس وجميع الأوطان. الله يبعد الحروبات ويخلي السلام والأمان بقلوب الكل، أمين يا رب، بشفاعة مار شربل قديس السما. بتمنى تحضروا هالفلوج وتشتركوا بالقناة، تعملوا سبسكرايب بالكبسة الحمراء الموجودة تحت، وأنا بقولكن ميرسي. thanks for watching.